السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. طبعا احنا زهقنا من البيض والجبنه واللانش الصبح، فتعالي كده ايه نعمل كده ايه فكره حلوه قوي قوي. اقل من ربع كيلو لحمه نحط عليه كوبايه ونص رز مسلوقين نص سوا او 3/4 سوا كده. خلي التكه الاخيره دي حطي عليها بصلايه ومعلقه فلفل اسمر ومعلقه كمون وفلفل حار او فلفل رومي، رشه بابريكا كده ورشيها عليها، واضربي بقى كله دوت في الخلاط او في الكبه، سواء ده او ده، لان كده كده الرز مسلوق واللحمه مفرومه. انا طبعا ضربتهم في الكبه، اللي ما عندوش كبه يضربهم في الخلاط. وتعالي بقى كده واقول لك هنعمل النهارده حاجه جميله قوي لاولادنا. اضربين بقى ضربه كويسه جدا جدا كده لحد ما يبقى لهم صاحب كده وتبقى كتله واحده. هعمل لك النهارده حاجه جميله قوي قوي، تعمليها بقى بفتيك، تعمليها همبرجر، زي ما انت عايز تعمليها كفته وتقليها، اللي انت عايزاه تعمليها. متاح عندك 3 طرق. طبعا انا بقلب في اللحمه المفرومه كويس جدا جدا، بعمل منها حاجات كتير قوي قوي قوي. لو شفتي على القناه بتاعتي هتلاقي ان انا مقلبه فيها كتير قوي وجميله جدا جدا بصراحه. واحلى طريقه تحطيها عليها الرز المسلوق، تضيفيه على اي شيء ما يبانش طعمه فيه. بصي ما شاء الله، يعني هي كانت حته صغيره قوي، كترتها ازاي. هي كبيره طبعا بس عشان هي بصي دلوقتي بقى هنشكلها ايه تشكيل. انا هعملها معامله النهارده البفتيك، بفتيك الكداب. هشكلها بقى كده اي شكل عشوائي. لو انت عايز تعمليها زي شكل الهمبرجر اعمليها، عايز تعمليها كفته اعمليها. بصي انا هعملها شكل عشوائي كده زي البفتيك. اجيب بقى بيضايه كده واحط عليها 4 معالق لبن كده وفلفل اسمر، واروح ايه ضربهم في بعض كده. بصي عملت 10 قطع كبار. بصي متجانسه ازاي، شايفه انا بوريك عن قرب، شايفه متجانسه ازاي، يعني ما تفكش منك ولا اي حاجه. بالعكس الرز اداها طراوه كده واداها نعوميه في التشكيل. هنجيب بقى دقيق ونجيب بقسماط وبيض كده. طبعا انت عايزه تحطي البقسماط حطي فيه ملح وظبطي التوابل بتاعته وظبطي. انزلها الاول في الدقيق. بصي متماسكه ازاي، انزلها الاول في الدقيق، بعد كده هنزلها في البيض. حاجه سهله كده وتعمليها وتغيري لاولادك. طبعا انا بعملها لبنتي عشان بنتي بتروح الشغل فبتضطر ان اجيب اكل من بره، وانا ما بحبش اشتري اكل من بره، فبديها بقى وجبه كده لان هي بتيجي متاخره، فما ينفعش معاها بقى سندوتشات الجبنه والبيض دول. بصي انزلها بقى في البقسماط كده واعمل لها الكفر بتاعها. طبعا بنزلها الاول في الدقيق وبعد كده في البيض وبعد كده في البقسماط عشان الكفر بتاعها يلزق ما يفصلش معاكي. وهقلها لك دلوقتي واوريك ان هي قطعه واحده. بصي متماسكه ازاي، بقلب فيها زي ما انا عايزه ازاي، شايفه. طبعا انت عايزه تعمليها صوابع تعمليها همبرجر براحتك. طبعا حاجه سهله جدا وتقلب فيها زي ما انت عايزه. والاولاد بتزهق من الروتين كل يوم. فمره بقى كده هاتي يعني ربع كيلو لحمه يا ستي، ديت اقل من ربع كيلو والله، وعملتي فيها كده 10 قطع. انت لو ربع كيلو لحمه هيعملوا 15 16 قطعه كده، وتحطيها بقى في الفريزر وتطلعي بقى كل يوم كده من بالليل تقلي وتعملي سندوتشات وتديهم في اللانش بوكس بتاعهم. عايز تعمليها وجبه غدا وجبه عشاء، طبعا وظفيها زي ما انت عايزه. بصي بقى القطعه عامله ازاي. ادي هشيلهم في الفريزر قطعتين كل يوم كده. عملتهم اهو، وهقلي القطعتين دول دلوقتي عشان دلوقتي الساعه 5 الصبح. هعملهم واعمل لها شويه مكرونه كده صغيرين وتاخدهم معاها. بصي واقلي بقى انا حته ادوقها كده اشوف طعمها عامل ازاي، لان انا مجرباها قبل كده كتير على فكره. طبعا انا بقليها بحمرها سنه عشان هي فيها لحمه نيه، فما ينفعش ان انا اطلعها دهبي فاتح، فانا بحمرها كده عشان اللحمه تستوي. بصي بقى اوريكي من شكلها من جوه عامله ازاي مستويه وجميله ازاي، شايفه. بصي واكنها لحمه خالص، طعمها خطير والله، فعلا طعمها حلو قوي قوي. جربيها مش تندمي، صدقيني على مسؤوليتي. واي حد يقولي في التعليقات انا جربتها
ولو هي مش حلوه يعني اجي اديكي حق اللحمه اللي انت حطيها وحق الحاجه كلها. بصي عملت بقى، هشيلها في التلاجة وسلقتها شويه مكرونه وعامله صلصه جاهزه، واحط لها قطعتين كده واقفل لها العلبه. طبعا انا بديها العلب دي عشان تاكلها وترميها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والقاكم ان شاء الله بالفيديو الجاي باذن الله على خير وسلام.